السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الناس اللي كيزوروني اول مره مرحبا بكم كذلك. ما تنساوش ديروا لي لايك والاشتراك للقناه باش يوصلكم كل جديد. وصفتنا اليوم هي عباره عن وجبه خفيفه وسريعه كتوجد في دقائق. حضريها للعشاء او للغداء بطريقه جديده ومبتكره. خليكم معايا اخواتي حتى نهايه الفيديو. وقبل ما نبداو كيف العاده ما تنسونيش واحد اللايك فضلا منكم وتشجيعا لي. غنبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنايا 3 ديال البيضات، 2 حبات ديال الطماطم، بصله وحده وجوج دنجالات وفلفله خضراء. اول حاجه كناخذ هاد الدنجال وكنقشرو كامل كيف كتشوفوا. بهاد الطريقه هذه غادي نحيدو القشره كامله. من بعد ما غادي نقشرو غادي نقطعو بهاد الطريقه هذه بحال اللي على شكل طولي ويكون رقيق شويه، حيت من بعد غادي نولي نقطعو على شكل مربعات صغارين. كيف قلت لكم طريقه جديده ومبتكره. صدقوني هاد الوجبه هذه راها كتجي من ألذ ما يكون. كيف شفتوا من بعد ما قطعت الدنجال بهاد الطريقه هذه مربعات صغارين، عندي هنايا مقله اللي غادي ندير فيها كميه ديال الزيت. غادي نخليه حتى غادي يسخن، النار تكون متوسطه، وغادي نخوي فيها هاد الدنجال هذا. غادي نضيف له نص معلقه صغيره ديال الملحه، والملح دائما كيبقى على حسب الذوق ديال كل سيده. كنخلط مزيان هاد الدنجال باش كيتلبس ليا بديك الملحه وداك الزيت، ومن بعد غادي نغطيه وغادي نخليه يطيب على خاطره. الوقيته اللي غادي يكون كيتقلى فيها داك الدنجال غادي ندوز انا نقطع هاد البصله حتى هي كذلك غادي نقطعها مربعات صغارين، ومن بعد غادي نقطع حتى ديك الفلفله. صدقوني هاد الوجبه هذه كيف قلت لكم راها كتجي لذيذه بزاف وسريعه، وحتى الوليدات راها كتعجبهم وكياكلوها. من بعد ما قطعت هاد البصله هذه غادي نولي كذلك نقطع ديك الحبه ديال الفلفله. بالنسبه للفلفله يمكن لكم ديروا فلفله حمراء الا كانت عندكم. انا ما عنديش متوفره، درت هاد الفلفله الخضراء. كنحيد لها ديك الزريعه ديالها، ومن بعد حتى هي كنقطعها على شكل طولي وكنولي نقطعها مربعات صغارين. هاد الطريقه هذه الصراحه نغيروا شويه على الدنجال العادي اللي كنطيبوه ديال الامهات ديالنا. فاذا طيبتوا الدنجال بهاد الطريقه هذه راه كيجي لذيذ وبنين، ومذاق كيكون يعني مختلف واحد شويه. من بعد ما قطعت ديك فلفله مع ديك البصله، عندي هنايا دوك 2 حبات ديال المطيشه اللي حيدت لهم القشره ديالهم وحيدت لهم ديك النباته، وغادي نقطعهم. غنخليهم بالزريعه ديالهم بديك الميها ديالهم، غنقطعهم مربعات وغادي نديرهم في هاد الزليفه هذه. من بعد ما وجدت كلشي غادي نمشيو نشوفوا الدنجال ديالنا فين وصل. كيف كتشوفوا الدنجال ها هو تحمر وطاب، راه خدا اللون ديالو. هذا هو الشكل ديالو. صافي غادي نحيدو من هاد المقله. راه ما كتاخدش منا الوقت بزاف باش كيتحمرنا هكايا، غير هو ضروري تغطيوه باش كيطيب كامل. غادي نخرج هذا الدنجال هذا، وفي نفس المقله ما غاديش نغسلها، غادي نولي نضيف واحد شويه ديال الزيت، وغادي نضيف ديك البصله مع ديك الفلفله، وغادي نخليها حتى تنزل تماما حتى هي وتحمر ليا. اخواتي الله يجازيكم بخير، ما تنسونيش واحد اللايك فضلا منكم وتشجيعا لي. ضفت واحد شويه ديال الملحه. كيف قلت لكم وكيف كنقول لكم دائما الملحه كتبقى على حسب الذوق. كنخلط مزيان، ومن بعد حتى هي غادي نغطيها وغادي نخليها حتى غتحمر ليا وتولي لي على هذا الشكل هذا. عاد كنضيف دوك 2 حبات ديال الطماطم اولا مطيشه، كنخلط مزيان. ودابا غادي نضيف العطريه اللي هي واحد شويه ديال الملحه. راه كتشوفوني كل مره كنضيف الملحه حيت راه كنضيف غير شويه شويه. نص معلقه صغيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا اولا الفلفل الاحمر الحلو، وواحد شويه ديال الثومه بودر. ما كانتش متوفره عندكم بودره الثوم يمكن لكم تعوضوها.
بواحد الفص ديال الثوم، كنخلط مزيان وكنغطي وكنخلي ديك مطيشه ترخي الماء ديالها وتنزل. ها هي نزلات كيف كتشوفوا. صافي كنخلطها وكنحاول انني نبرك عليها باش كتولي لي بحال الشكل ديال الصوص بهذه الطريقه هذه. صافي دابا غادي نضيف داك الدنجال اللي راني قليته من قبل، غادي نضيفه على هذا الخليط هذا وغادي نخلط كل شيء. كيف قلت لكم طريقه جديده ومبتكره، ولكن راها كتجي لذيذه وزوينه. غير جربوها على ضمانتي، وانا متاكده الا جربتوها حتى نتوما غتولي معتمده عندكم. وكيف شفتوا مكوناتها راها سهله وبسيطه، فقط بجوج حبات ديال الدنجال وفلفله وحده وبصله وحده حضرت وجبه غداء او عشاء. من بعد ما خلطت كنحاول انني نسطحها في المقله على هذا الشكل هذا، وعاد كندير هاد الحفيرات هادو 3 على حسب العدد ديال البيض. بغيتو تضيفوا حتى ل4 او ل5 د البيضات كديروا 4 ديال الحفيرات او ل5 د الحفيرات، حيت كل حفيره كنعمرها بهاد البيضه هذه. صافي كنفقي هاد البيض هذا وكندير واحد الرشه ديال الملح غير قليله على حساب البيض باش ما يجينيش مسوس. كنغطي عليه وكنخليه حتى تيطيب، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه ديالنا. يمكن لكم تقدموها كوجبه غداء او عشاء، راه كتجي لذيذه وبنينه. وجربوا الدنجال بهذه الطريقه هذه، راه غادي يعجبكم بزاف. كيكون هذا هو الشكل النهائي اللي حضرت معكم ديال الوجبه ديالي. الا عجبكم الفيديو اخواتي ما تنسونيش واحد اللايك وبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.